السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. النهارده إن شاء الله معادنا مع الدرس الثاني في فرع الجبر بعنوان مقدمة عن الأعداد المركبة. إحنا خدنا أعداد العد والأعداد الطبيعية والأعداد النسبية والصحيحة والغير نسبية والأعداد الحقيقية، ودي كان آخر نوع من أنواع الأعداد اللي درسناها. عشان كده لما كان بيجي لنا مثلا يقول لك اوجد مجموعة الحل في ح ويدينا س تربيع ناقص 9 تساوي 0، كنا بنقول له ان س تربيع بتساوي 9، وكده يبقى انا عندي ان س تساوي موجب او سالب 3، وكنا بنحطها جوه قوس مجموعة لو طالب مجموعة الحل. لو نفس المسألة س تربيع زائد 9 تساوي 0، مستر عادي هيبقى س تربيع بتساوي سالب 9، بس ما عنديش جذر العدد سالب، فكنا على طول بنقول مجموعة الحل فاي. احنا بقى السنة دي هناخد نوع جديد يخلينا نعرف نجيب جذر للعدد السالب. ازاي يا مستر؟ قال لك دلوقتي لو تخيلنا ان السالب مش موجود، تقول لي يا مستر ما هو زي اللي فوق هيبقى س تربيع بتساوي 9 يبقى موجب او سالب 3. بالظبط هو ده اللي احنا هنعمله. هنتخيل ان السالب ده مش موجود وهنحط مكانه رمز. ازاي؟ هنا ظهرت نوع اسمه العدد التخيلي. العدد الايه؟ التخيلي. ايه هو العدد التخيلي ده يا مستر؟ ده عدد مربعه يساوي -1. طبعا ديت مش موجوده اصلا في الحقيقه، مفيش عدد اجي اربعه يديني اصلا -1، عشان كده اتسمى العدد التخيلي. طب يا مستر دي بقى هنحلها ازاي؟ بص كده معايا بقى. دي هنعتبر كأن السالب مش موجود، فتقول لي موجب او سالب 3. هشيل السالب واحط مكانه الت، بقت مجموعة الحل هنا موجب او سالب 3 ت. يبقى انا مهمتي كلها ان انا هشيل السالب واحط مكانه رمز الت واحل المسألة عادي خالص. يعني لو جه قال لك جذر سالب 36 يبقى هنا 6 ت. جذر سالب 49 يبقى 7 ت، وهكذا. طب انت يا مستر بتقول ان العدد التخيلي ده عدد مربعه -1. يعني انا دلوقتي عندي ان قيمة الت هي جذر -1، بس مش هكتبها، انا هكتب ت على طول، وان الت تربيع كده قيمتها -1. الله، معنى كده ان انا ممكن الت دي تبقى اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 اس رقم سالب اس رقم موجب. بالظبط. طب هنتصرف فيها ازاي دي يا مستر؟ بص معايا، في بعض الحاجات الصغيره اللي ثابته معاك. عفوا، ت تربيع قيمتها -1. طيب الت تكعيب قيمتها بسالب ت، جت منين يا مستر؟ ت تربيع في ت، يبقى -1 في ت سالب ت. وت أس 4 قيمتها ب1، وت أس 5 قيمتها ت. تاني، ت أس 2 -1، ت أس 3 بسالب ت، ت أس 4 تساوي 1، ت أس 5 بت. دي قيم أساسية تبقى أنت حافظها. طيب لو جات لي أرقام غير دي، أنا عندي دلوقتي إن الأس زوجي أو فردي. هاخد مثلا مثال زي ت أس 22 وت أس 24 الزوجي، واخد في الفردي مثلا ت أس 5 وت أس 7. هقول لك 3 طرق وانت ليك حريه الاختيار في انك تستخدم اي طريقه. يمسك كده واحده. الطريقه الاولى، همسك العدد ازاي؟ اول حاجه هقسم الاس على 4.
يا يقبل يا ما يقبلش. هاخد الأس وأقسمه على 4، يا يقبل يا ما يقبلش. لو قبل يبقى الناتج بتاعي بواحد، لو ما قبلش يبقى الناتج بتاعي بسالب واحد. بدل ما اقعد بقى طبعا اقول بقى 24 دي عباره عن كام في كام في كام واقعد اعوض، لا، خد الأس اسمع الأربعة، طلع الناتج يبقى القسمة يبقى بواحد، ما بيقبلش يبقى سالب واحد، بس بشرط إن يكون الأول زوجي. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يا مستر، العدد الموجب زوجي، العدد الإيه؟ الموجب الزوجي، هنقص لغاية لما أوصل لعدد قبله يبقى القسمة على الأربعة. يعني إيه يا مستر؟ بص كده معايا، ت أس 22، مين اللي قبلها؟ 21، ما بتقبلش القسمة. طب 20 بتقبل، يبقى اقول ناقص 20. 22 ناقص 20 يعني ت أس 2. طب ما ت أس 2 قيمتها بسالب واحد، نفس الناتج ولا لأ؟ مع إن ال 22 ما بتقبلش القسمة على الأربعة، فإحنا قلنا على طول الناتج بيبقى بسالب واحد. نفس لو أنا عملتها بالخطوات أهي تطلع برضه بسالب واحد. 24 بتقبل القسمة على الأربعة فيها 6 يبقى واحد. وهنا ال 24 أصلا بتقبل مباشرة برضه يبقى واحد. دي كده الطريقة الأولى والطريقة الثانية. نشوف هنا الطريقه الاولى والطريقه الثانيه في الاعداد الفرديه. مستر انت قلت 3 طرق، الطريقه الثالثه هتمشي على الاثنين مع بعض. كده كده معروف ان العدد الفردي ما بيقبلش القسمه على الاربعه. بص معايا بقى، هاخد العدد وانقص منه واحد، وبعد كده اقسم على الاربعه. هاخد العدد وانقص منه ايه؟ واحد، بعد كده اقسم على الاربعه. برضه نفس الفكره، يا هيقبل يا ما يقبلش. لو قبل يبقى الناتج ت، ما قبلش يبقى سالب ت. تاني، هاخد العدد انقص منه واحد واقسم على الاربعه، قبل ت، ما قبلش يبقى سالب ت. طيب دي الطريقه الاولى. طب الطريقه الثانيه يا مستر، هنقص زي هنا بالظبط اهو. 5، مين العدد اللي قبله؟ 4. الأربعة يا مستر بتقبل، يبقى أقول 5 ناقص 4 يبقى ت. طب ما أنا فعلا أنا لو نقصت أصلا من الأول 5 ناقص 1 4، الأربعة بتقبل على الأربعة يبقى ت. طب ت أس 7 يا مستر، مين اللي قبلها؟ 6، ما تنفعش. 5 ما تنفعش. 4 يا مستر، يبقى 7 ناقص 4 يدينا ت أس 3. طب ما ت أس 3 كانت قيمتها بسالب ت. والسبعة لو أنا نقصت منها أول واحد من أول مرة كانت 6، والستة مش بتبقى الاسم على الأربعة يبقى الناتج سالب ت. ليك حرية الاختيار لغاية دلوقتي في الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة بقى يا مستر، دي بنستخدم فيها الآلة الحاسبة. ازاي بستخدم فيها الآلة الحاسبة؟ انا هاخد الأس واقسم على الأربعة. طب بص ماشي، هو ايه الفرق؟ ما انا كده هنا اقسم على الأربعة، ركز بقى معايا. هنا كنا بنشوف انه يقبل او ما يقبلش، لا انا هنا هقسم على الأربعة، وعندي هنا 4 احتمالات. ايه هم ال4 احتمالات؟ يا عدد صحيح، يا اما عدد بس جنبه ربع، يا عدد وجنبه نص، يا عدد وجنبه 75%. زي 1 وربع، 1 ونص، 1 75. لو عدد صحيح يبقى 1، لو عدد صحيح يبقى 1، لو عدد وجنبه ربع يبقى ت، لو عدد وجنبه نص يبقى -1، لو 75% يبقى -ت. ازاي يا مستر؟ تعالى كده بص معايا. هنا مثلا ال 22 اقسم على الأربعة، تك على الاس دي، هنا كام؟ 5 ونص، واحنا هنا لما يكون جنبه نص هنا يبقى الإجابة بتاعتي كام؟ -1 اهو. هنا -1 واحنا هنا قلنا مطلعينها برضو -1. ده مثال عليه. زي ما انت عايز تستخدم الطريقة الأولى، عايز تستخدم الطريقة الثانية، عايز تستخدم الآلة الحاسبة، مفيش أي مشكلة، ليك حرية الاختيار في إنك تستخدم أي طريقة أنت عايزها.
المهم انك تطلع لي الناتج مظبوط. طيب يا مستر انت قاعد تتكلم دلوقتي عن عدد تخيلي، والدرس اصلا اسمه الاعداد المركبه. فين هو بقى العدد المركب ده؟ من اسمه في تركيب. عباره عن ايه بقى العدد المركب؟ عباره عن عدد صحيح، او بنقول عليه جزء صحيح، موجب او سالب عدد تخيلي. وبرضه ناس بتقول عليه جزء تخيلي، مفيش مشكله، يبقى جزء حقيقي وجزء تخيلي. اسف، حقيقي. حقيقي وتخيلي. بيترمز له بالرمز س موجب او سالب ت ص، وبعض الكتب بتكتبها س موجب او سالب ص ت. مفيش مشكله، ان المهم ان يكون هنا في ت. طيب يبقى العدد المركب عباره عن عدد حقيقي زائد او ناقص عدد تخيلي. طب ركز معايا كده، لو انا قلت سالب 2 وسالب مثلا 3 ت و5 زائد 2 ت، انهي فيهم مركب؟ ناس كتيره تقول لك ما هو ده هو ده المركب، عشان في عدد حقيقي وعدد تخيلي. اقول لك ماشي معايا. طب ما هنا ده تخيلي، فالحقيقي قيمته بكام؟ بصفر بالظبط. وده حقيقي، فالتخيلي قيمته بكام؟ بصفر. ايه ده؟ يعني العدد الحقيقي والعدد التخيلي كل واحد فيهم يعتبر عدد مركب. الحقيقي عدد مركب لان العدد التخيلي بتاعه بصفر، والتخيلي برضه عدد مركب لان العدد الحقيقي بتاعه يساوي صفر. فنخلي بالنا من الحته دي كويس جدا. نيجي لتساوي عددين مركبين. طيب فاكرين لما كان الزوج المرتب مثلا ا وب بيساوي الزوج المرتب س وص، فكنا بنقول ان ا بتساوي س والب تساوي ص. المسقط الاول بيساوي الاول، المسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. نفس الكلام هنا. لو انا قلت دلوقتي ان ا زائد ب ت بتساوي س زائد ص ت، أدا الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. يعني أنا هقول دلوقتي إن أ بتساوي س وإن ب تساوي الصاد. يبقى في التساوي العددين بقول الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. طيب نفس الكلام لما هاجي هجمع واطرح واضرب. طب ركز كده معايا، في الجمع والطرح والضرب العددين المركبين. في الجمع والطرح انا هجمع برضو الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما اجي اقول مثلا ا زائد ب ت اهو، موجب مثلا س زائد ص ت، هنا هجمع مين مع مين؟ هجمع الالف مع السين، حقيقي مع حقيقي، والتخيلي اللي هو الب ت مع الصاد ت. يعني انا هقول ا زائد س اهو، طبعا هنا بعمل رموز، وهنا زائد اهو ب زائد صاد، لان دول كده اعداد تخيليه. نفس الكلام لو كان في الطرح، يبقى اللي بينطبق على الجمع بينطبق على الطرح. طب في الضرب، في الضرب انا بستخدم خاصيه الايه؟ بالظبط كده، جميل، خاصيه التوزيع. يعني هستخدم هنا خاصيه التوزيع، زي مثلا لو قلت 2 زائد 3 ت في 1 زائد ت، خاصيه التوزيع يبقى 2 في 1 يبقى 2، 2 في ت يبقى 2 ت، 3 ت في 1 يبقى 3 ت، 3 ت في ت يبقى 3 ت تربيع. طب يلا نبسط، 2 ت و3 ت يبقى 5 ت. طب يا مستر الت تربيع احنا واخدين قيمتها بسالب 1، يبقى دلوقتي بقت المسألة دي 3 ت تربيع عبارة عن 3 في سالب 1، يعني بقت سالب 3. يبقى هنا المسألة 5 ت سالب 1. عايز تكتبها كده ماشي، عايز تقول لا يا مستر انا هكتب سالب 1 زائد 5 ت برضه مفيش مشكلة. فنخلي بالنا في الجمع والطرح باخد الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، اما في الضرب بستخدم خاصية التوزيع.
نبدأ بقى التمارين بتاعتنا، وعندي أول سؤال ت أس 21. طريقتين للحل. إن ال21 ده أس فرد يا مستر، فأنا هشوف عدد قبله يقبل اسم على 4 اللي هي ال20. 21 ناقص 20 يا مستر يبقى 1. يبقى كده المسألة ديت عبارة عن ت. أو إن يا مستر ال21 ده عدد فردي، فأنا هنقص منه 1. يبقى 21 ناقص 1 بيساوي 20. ال20 يا مستر بتقبل اسم على ال4، يبقى على طول الإجابة. أو إن أنا أستخدم الآلة الحاسبة. 21 على ال4 يساوي، هلاقيها 5 وربع، وأنا قلنا لما ألاقي ربع في المسألة يبقى الإجابة. السؤال اللي بعده ت أس سالب 33. يا مستر ده أس سالب ما قلتش عليه قبل كده. ببساطة شديدة جدا نفس اللي فوق. السالب أنا هاخد العدد الأكبر من ال 33، بمعنى اللي فوق ال 33 بعيدا عن السالب، مين اللي اكبر من 33؟ ال 34 ما بتقبلش، 35 ما بتقبلش، 36 بتقبل. يبقى اقول سالب 33 زائد 36، هلاقي الناتج هنا 3. يبقى المسألة بقت ت أس 3. طب ما ت أس 3 بسالب ت. أو احنا متعودين إن الأس السالب بينزل في المقام، هاخد عدد في البسط يقبل الاسم على الأربعة بس أكبر من ال 33 برضه، زي ما احنا قلنا هنا 36. طب ما أنا في الاسم بطرح الأسس، يبقى ت أس 3 وت أس 3 كانت قيمتها بسالب. نيجي للسؤال اللي بعده ت أس 12. يا مستر ال 12 أصلا زوجي، ومن الأول هي بتقبل الاسم على الأربعة، يبقى على طول الناتج بتاعي يساوي 1. السؤال اللي بعده ت أس 18. يلا نحلها برضو بالثلاث طرق. ال 18 زوجي، لكن لما اجي اقسمه على الاربعه ما يقبلش، يبقى الناتج سالب 1. او هذا 18 هختار عدد قبله 17 ما بتقبلش، ال 16 تقبل، يبقى ناقص 16 يساوي 2. طب ما انا عندي ان الت اس 2 قيمتها بسالب 1. او ان انا اجي على الاله الحاسبه اقول 18 على الاربعه هيساوي 9 4 ونص. هنا ما دام ذكرت النص يبقى الإجابة سالب 1. المسألة اللي بعدها ت أس سالب 11. يلا نفس الفكرة، سالب 11 هزود عدد بعده يبقى ال 12 اللي يبقى الاسم عليه، يطلع الناتج بواحد. يبقى هنا المسألة بقت ت. أو هقول يا مستر ت أس 12 على ت أس 11 على طول تساوي ت. ليك الحرية زي ما أنت عايز. المسألة اللي قدامنا دي جاهزة مباشر، 1 على ت أس 15. طب ما انا يا مستر ال 15 دي في المقام هاخد عدد فوق بيقبل، يبقى ت اس 16. 16 ناقص 15 بواحد، يبقى الاجابه. ده كده كان السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول لي هنا هل الطرف ده بيساوي الطرف ده؟ نمسك كده واحده واحده زي ما احنا متعودين. كاثبات باخد مثلا الطرف الايمن لوحده. جذر سالب 3، اتفقنا ما دام في سالب تحت الجذر اشيله بره واحط مكانه ت، يبقى جذر 3 ت. في هنا هيبقى جذر 12 ت. جذر 3 في جذر 12 يبقى اللي جذر 36، وت في ت بت تربيع. طب ما جذر 36 ب 6 والت تربيع بسالب 1، يبقى الطرف الأيمن قيمته بسالب 6. والله لو الطرف الأيسر طلع نفس الكلام يبقى متساوي. طب تعالى يلا نمسك. السالب في سالب تحت الجذر هيروحوا مع بعض، يعني كأن المسألة كأنها 3 في 12، يبقى جذر 36 الناتج بتاعي 6. أنا عندي هنا الطرف الأيمن لا يساوي الطرف الأيسر، ده كده كان الطرف الأيسر. يبقى هنا الطرفان غير
متساويان. لأن الإجابة الأولى -6 والناتج الثاني 9. نيجي بقى نمسك مثال أبسط صورة اللي هو الجمع والطرح والضرب، ونشوف هنوصل المسألة إزاي. أول سؤال هنا بيقول لي -2 زائد 3 ت زائد 3 ناقص 7 ت. يا مستر ده المسألة جمع، وما دام المسألة جمع يبقى آخد الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. يبقى -2 و3 يبقى يا مستر ب1، 3 ت وسالب 7 ت يبقى -4. نيجي للسؤال اللي بعده، طرح. في الطرح خلي بالك ان كل الاشارات دي بتتغير، يعني سالب في سالب بموجب 2، يبقى 5 زائد 2 7. -3 سالب ت يبقى -4 ت. السؤال اللي بعده رقم 3 خاصية التوزيع، يعني مستر هنا ضرب 3 ت في 2 ت يبقى 6 ت تربيع. 3 ت بسالب 5 يبقى -15 ت. يبقى هنا -6 -15، لأن ت تربيع -1 وسالب 1 في 6 بسالب 6. السؤال رقم 4 خاصية التوزيع زي اللي احنا كنا أخدناها كمثال سابق. 3 في 2 يبقى 6، 3 في -5 يبقى -15 ت، 2 ت في 2 يبقى موجب 4 ت، 2 ت في -5 ت يبقى -10 ت. -15 موجب 4 هطرح بإشارة الكبير يبقى أنا عندي هنا -11 ت ديت 10 ت تربيع آسف، فت تربيع ب-1 سالب في سالب يبقى موجب، دي كام موجب 10. 6 و10 يبقى 16 ناقص 11. السؤال اللي بعده رقم 5. هنا ممكن اعمل خاصيه التوسيع، او لو انا خدت بالي من اول مره ان ده تحليل فرق اصلا ما بين مربعين، يعني هاخد مربع الاول اللي هو 25 ناقص مربع الثاني 4 ت تربيع، والت تربيع بسالب في سالب في سالب يبقى موجب، يبقى الناتج هنا 29. ما خدتش بالي هستخدم خاصيه التوزيع، مفيش اي مشاكل. السؤال رقم 6. هنا 2 ناقص 3 ت لكل تربيع الاول، يبقى انا لازم افك التربيع. مربع الاول 4، اشاره الاوسط الاول في الثاني في 2، يبقى 2 في 3 ب 6 في 2 يبقى 12 ت. مربع الاخير 9 ت تربيع، ده كده زائد 12 ت برضه. ت تربيع بسالب 1 يبقى هنا -9 زائد 12 ت. هلاقي ان 12 ت راحت مع -12 وبقت 4 ناقص 9، الإجابة بتاعتي -5. ده كده السؤال رقم 7. هنا عملية ضرب الأول. 2 في 5 10، و2 في -3 يبقى -6 ت، وت في 5 موجب 5 ت، وت في -3 ت يبقى -3 ت تربيع. نبسط الأول، هذا 10 سالب ت 6 ت و5 ت يبقى -ت، -1 في سالب من ت تربيع بسالب يبقى هنا موجب 3، يبقى الطرف ده عبارة عن 13 ناقص ت. طيب بص معايا بقى هنا الناحية التانية مين؟ زائد 3 ناقص 4 ت. طب 13 زائد 3 يبقى 16، سالب ت وسالب 4 ت يبقى -5 ت. ده كده السؤال رقم 7. السؤال رقم 8. هسيب ده زي ما هو، نفك الأول التربيع. مربع الأول 9، إشارة الأوسط الثاني في الأول في الثاني في 2 يبقى 24 ت. المربع الأخير يبقى موجب 16 ت، يبقى 9 ناقص 24 ت هنا -16، بقت هنا 9 ناقص 16 يبقى أنا عندي هنا -7 ناقص 24 ت.
خلي بالك ان بقى قبلها 5 ناقص 7 بص معايا، سالب وبعدها سالب. خلي بالك بقى ان كل الاشارات دي هتتغير. يبقى هنا سالب في سالب بموجب. يبقى انا دلوقتي عندي 5 زائد 7 يديني 12. سالب 7 ت سالب في سالب بقت موجب. يبقى انا عندي هنا سالب 7 موجب 24. يبقى انا عندي هنا موجب 17. خلي بالك من دي. يبقى سالب هنا سالب في سالب بموجب. يبقى سالب 7 ت موجب 24 هطرح باشاره الكبير يبقى 17. السؤال رقم 9. نبسط الاول الكلام ده. ت اس 8 مستر العدد بيبقى الاسم على الاربعه يبقى بواحد. زائد ت تكعيب. الت تكعيب يا مستر بسالب ت يبقى دي 2 في سالب ت. الت تربيع بسالب 1 فسالب في سالب بات موجب 1 زائد 1 الكل تربيع. يبقى 1 و1 و1 يبقى انا عندي هنا 3 ناقص 2 ت الكل تربيع. نفك بقى عادي. مربع الاول 9 الاول في الثاني في 2 يبقى 12 ت. مربع الاخير 4 ت تربيع يبقى 9. الت تربيع بسالب 1 يبقى سالب 1 في سالب 4 بسالب 4 موجب 4 اسمه سالب 4. 9 ناقص 4 يبقى 5 ناقص 12. ده السؤال رقم 10. 1 ناقص ت أس 5 في 1 ناقص ت أس 10 في 1 ناقص ت أس 15. طب ما نبسط الأول المسائل. نبسطهم الأول. ت أس 5 المستر بت. ت أس 10 عدد زوجي يا مستر، بس عدد زوجي لا يقبل القسمة على 4 يبقى الناتج بتاعي بسالب 1. يبقى هنا سالب 1. 15 عدد فردي يا مستر، هنقص منه 1 يبقى 14. ال 14 ما بتقبلش الاسم يبقى سالب ت. يبقى 1 ناقص سالب ت. أو عايز تحلها بأي طريقة تانية مفيش أي مشكلة. أنا هنا ببسط الأسئلة. يبقى هنا القوس الأول 1 ناقص ت. القوس الثاني هنا سالب في سالب بموجب بقت 1 زائد 1 يبقى 2. هنا بقت 1 زائد ت. أدا الاتنين. هتلاحظ إن ده كأنه تحليل فرق ما بين مربعين. يبقى مربع الأول 1 ناقص مربع الثاني يبقى 2. ت تربيع بسالب 1 سالب في سالب بقى موجب يبقى 2 في 2 بيساوي 4. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا اوجد قيم س وص الحقيقية إذا كان 3 س زائد 4 ص ت بيساوي 2 زائد 3 ت زائد سالب 5 زائد 2. هنا ديت تساوي عدد مركب مع عدد مركب. بمعنى أصح إن أنا لازم أوصل الصورة الطرف الأيسر ده لأبسط صورة بحيث إن أنا أساويها بالطرف الأيمن وأساوي الحقيقي والحقيقي والتخلف. لو مسكنا المسألة رقم 1 أنا عندي هنا كده 2 وسالب 5 يبقى أنا عندي هنا سالب 3. 3 ت زائد 2 ت يبقى موجب 5 ت. تعال نروح هنا الناحية التانية بقى. كده أهو بيساوي 3 س زائد 4 ص. أدا الحقيقي مع الحقيقي يبقى 3 س بتساوي سالب 3 يبقى س بسالب 1. تخيلي مع تخيلي يبقى 4 ص تساوي 5 يبقى أنا عندي ص ب5 على 4. خلص المسألة. كده خلصت المسألة. طيب نشوف السؤال اللي بعده. هنا ضرب خاصية التوزيع. 5 في 3 ب15 و5 في 2 ت يبقى موجب 10 ت. سالب 2 ت في 3 يبقى سالب 6 ت. سالب 2 ت في موجب 2 ت يبقى سالب 4 ت تربيع. يبقى عندي هنا 15 زائد 10 ت ناقص 6 ت يبقى 4 ت.
وهنا الت تربيع قيمتها بسالب واحد، سالب واحد في سالب 4 يبقى أنا عندي هنا موجب 4. يبقى أنا عندي هنا الطرف ده طلع ب 19 زائد 4 ت يساوي مين الناحية التانية؟ هذا 2 س زائد 3 ص. الحقيقي مع الحقيقي، هذا 2 س بتساوي 19 يبقى س ب 19 على الاتنين. وعندي التخيلي مع التخيلي 3 ص بتساوي 4 يبقى ص 4 على التلاتة. كل النظام انا ماشي كده يا مستر؟ كل الاسئله احنا ماشيين بنفس الاسلوب ده كده. السؤال رقم 3 اهو، هنا هفك الاول القوس ده يبقى 4 الاول في الثاني في 2 مربع الاخير. هنا الاشاره هتغير كل الاشارات الداخليه بتاعت القوس يبقى سالب 2 ت موجب 11. ت تربيع قيمتها بسالب 1 يبقى 4 ناقص 4 ت ناقص 1 ناقص 2 ت زائد 11. هذا 4 ناقص 1 3 و11 يبقى 14. سالب 4 ت وسالب 2 ت يبقى سالب 6 ت. تعالى بقى نساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي. هنا 7 س يبقى يساوي 14 تبقى س بتساوي 2. وعندي هنا 2 ص ده التخيلي هيساوي هنا سالب 6 تبقى ص بسالب 3. السؤال رقم 4 هنا ضرب وقوس، نمشي واحدة واحدة عادي خالص. همسك الضرب الأول أهو 3 في 1 3 و3 في سالب ت يبقى سالب 3 ت. 2 ت في 1 يبقى موجب 2 ت. 2 ت في سالب ت يبقى سالب 2 ت تربيع ناقص وافتح القوس الاتنين 4 الأول في الثاني في 2 4 ت مربع الأخير ت تربيع. هذا هنا سالب 3 و2 ت يبقى سالب ت. ت تربيع بسالب في سالب بقت موجب يا مستر يبقى هنا موجب 2. ت تربيع يا مستر دي بسالب 1 خلي بالك ان في سالب بره يعني دي كده سالب 4 موجب 4 ت. والت تربيع كده كده بسالب هتبقى زي ما هي سالب 1 اسف موجب 1. يبقى ت تربيع بسالب فسالب في سالب يبقى 3 و2 5 ناقص 4 1 1 و1 يبقى 2 وسالب ت موجب 4 ت يبقى موجب 3. طيب تعالى يلا نساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي. 2 س الحقيقي يا مستر بيساوي 2 تبقى س بواحد. التخيلي سالب 3 ص هتساوي 3 يبقى ص تساوي سالب 1. هتلاحظ ان هو قريب من السؤال اللي فات له اوجد في ابسط صوره او اوجد في الف زائد. السؤال الخامس الحقيقي 2 س زائد 1 بتساوي 5 يبقى 2 س 5 ناقص 1 ب4 تبقى س ب. طب هنا 4 ص هتساوي سالب 12 تبقى ص بسالب 3. خلصت كده المسألة كده خلصت المسألة. السؤال رقم 6 الحقيقي مع الحقيقي أدا 2 س ناقص ص بتساوي 5. تخيلي مع تخيلي يبقى س ناقص 2 ص هنا ت بس يبقى هنا بتساوي 1. هنا عايز أحل المعادلتين دول مع بعض شغل تالتة إعدادي. هنا 2 س وهنا س يا إما طير السين يا إما طير الصاد. طيب لو أنا ضربت فوق هنا في سالب 2 بقت المسألة سالب 4 س موجب 2 ص بتساوي سالب 10 والمسألة اللي تحت زي ما هي. دول كده راحوا مع بعض سالب 4 س وس يبقى سالب 3 س سالب 10 موجب 1 يبقى سالب 9. يبقى أنا عندي هنا الس قيمتها 3. عوض في أي معادلة وليكن المعادلة الأولى مثلا
يبقى 2 في 3 ب6 ناقص ص تساوي 5. يبقى هلاقي إن الص تساوي 1. لاحظ المسائل بوصل لأبسط صورة في صورة أ زائد ب. السؤال الخامس يقول لي اثبت أن ده بيساوي 1. ده يختار يجي يقول لك عادي الطرف الأيمن ده بيساوي كام. طيب نمسك الطرف الأيمن. ت أس 16 يا مستر 16 عدد زوجي يقبل القسمة على الأربعة، يبقى أنا عندي ت أس 16 بواحد. ت أس سالب 19 هحط يا مستر ال 19 في المقام وأحط في البسط ت أس 20 لأن ال 20 هو العدد اللي بعد 19 يقبل القسمة على الأربعة، يبقى الناتج بتاعي ت أس 42. 42 يا مستر عدد زوجي لكن لا يقبل القسمة على الأربعة، يبقى الناتج بسالب 1. يبقى الطرف الأيمن ده عبارة عن 1 زائد ت ناقص 1 الكل أس 4. طب ما هو سالب 1 راحت مع الواحد، يتفضل ت أس 4، وت أس 4 عارفين إن هو بيساوي 1 وده المطلوب إثباته. نيجي للسؤال الثاني، السؤال السادس والأخير. س تربيع زائد 9 هنا بقت س تربيع بتساوي سالب 9. الله، يبقى السؤال الأول يا مستر مجموعة الحل، خلي بالك هو هنا في إيه؟ في كام؟ يبقى هنا مجموعة اللي هي موجب أو سالب 3 ت. لكن لو كانت المجموعة الحل هنا في ح كانت أول واحدة تبقى فاي، فخلي بالك من دي كويس. نيجي للثانية. هنا نفس الكلام، هاخد أقسم على الاثنين فيبقى س تربيع زائد 25 تروح الناحية الثانية، يبقى س تربيع بسالب 25. يبقى رقم 2 برضو مجموعة الحل بتاعتها موجب أو سالب 5. طيب السؤال رقم 3. 61 ناقص 125 ما دي تروح الناحية التانية، يبقى 9 س تربيع هتساوي سالب 64. يبقى أنا عندي س تربيع بسالب 64 على التسعة. هقسم هاخد الجذر التربيعي يا مستر سالب ملناش دعوة اتفقنا، يبقى مجموعة الحل ال 64 هنا هاخد هنا موجب أو سالب، ال 64 8 و9 3 واحط كده. السؤال الأخير رقم 4. 3 على 4 عين تربيع بتزايد 12، ال 12 هتروح الناحية التانية تبقى سالب 12، يبقى 3 على 4 عين تربيع بتساوي سالب 12. هضرب في 4 على 3 اللي هو المعكوس الضرب عشان اطير الكسر اللي هنا، فهلاقي ان عين تربيع هتساوي سالب 16. يبقى انا عندي هنا مجموعة الحل موجب او سالب 4. بكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من الدرس الأول بالتمارين الخاصة بيه. نلقاكم إن شاء الله في الجزء